بسم الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول العزيز الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن الأرض تتهيأ لظهور المهدي، فلا بد من تجهيزها من رب العالمين. فالمهدي هو أمر الله القادم إلى الأرض، وهناك فتن وحروب وويلات تسبقه. والتمهيد وتجهيز الأرض لحكم المهدي ليس وليد تلك الأيام، فالعائز الأول ممهد للعائز الثاني، ووعد بلفور ممهد للمعركة الكبرى وفتح القدس. فلا شيء يجري أو يقع إلا بعلم وحكمة الله. فهم اليهود ذلك من كتابهم، بينما أغمض أهل الإسلام أعينهم ومضوا يضربون أخماسا في أسداس ويتفننون في تحليل الأمر، حتى بعد أن صفعهم الفكر الديني لليهود ومن والاهم ودعمهم أكثر من مرة. كان أقربها تصريحات نتنياهو وتبشيره لليهود بتحقق نبوءة إشعياء: إقامة دولة إسرائيل الكبرى وخراب مصر. ولأن اليهود يتمسكون بكتابهم، بينما نحن هجرنا كتاب الله، فإن وعد الله قادم لا محالة. فأما خراب مصر فماضي، مصدقين بما أنزل الله في التوراة من الحق. والذي يشك في صدقه أغلب أهل الإسلام كافرين بما أنزل الله. وليس قولي هنا كافرين بمعنى الخروج من الملة، بل بمعنى إنكار الحق. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالكفر إنكار، وهو سبيل إلى إحقاق الكفر المطلق، لكن ليس هذا مقام التحقق من كفرنا وإيماننا. فقط لأبين للمشاهد حقيقة أنني ممن يؤمنون بصدق التوراة والإنجيل، ولا أدعي تحريفهم كما يزعم أغلبنا، مصدقا بكلام ربي، وبأن القرآن مصدقا للتوراة والإنجيل. فكيف لمثلي أن يقول غير آمنت وصدقت؟ ولو أردت استبيان صدق التوراة والإنجيل وعدم تحريفهم كما ادعى المكذبون لدين الله، فعليك بمشاهدة هذا الفيديو. لنعود إلى موضوعنا. لم يفهم العرب وسادتهم أن وعد الله حق، وأن كل ما يحدث وسيحدث هو أمر الله، إلا من التزم بتقوى الله واتبع كتابه بيقين وإدراك. وللأسف هذا ما يفعله اليهود والغرب من ورائهم، ملتزمين بعهد الله ماضين إليه. فحينما يكرر نتنياهو أكثر من مرة التزامه بالنبوءات التوراتية والتزامه بتعاليمه الدينية، بينما ننكر نحن أهل الإسلام تعاليم ديننا بدعوى التحضر ومسايرة الحرية الفكرية وتحديث الخطاب الديني وما شابه ذلك، لا بد هنا من وقفة. نلوم على اليهود قتلهم الأطفال وهم يتباهون به، والحق فهذا حقهم، لأنهم التزموا دينيا بما أنزل إليهم، غير عابئين بالأفكار المستحدثة عن حق الطفل والسلام العالمي ونبذ العنف، فكتابهم أمرهم بذلك. فبالتالي فاليهودي حين يقتل طفلا هو يلتزم بتعاليمه الدينية، فلا جناح عليه، وهو يفعلها تحت غطاء ديني. بينما نحن وقد نسخ الإسلام اليهودية، فبعد التسلط أصبح يمنع علينا التسلط إلا بما أمر الله، فأصبح محرم علينا قتل الأطفال والنساء والشيوخ وقطع الفسائل وهدم وإحراق المنازل. وما زلنا نبتعد عن ديننا
حتى يغزينا الله ونتحول إلى غثاء سيل لا نفع منه، فإن أقمنا كتاب الله أقامنا الله. لننظر في سفر إشعياء، وهو بداية النهاية للمبتعدين عن رب الإله. قبل هذا نربط أولا بعض الأفكار والأحداث القائمة والتي تمهد لتحقيق أفكار نتنياهو حول نبوءة إشعياء، ومن ورائه كل مؤمن يهودي بالتوراة وكل مؤمن مسيحي بالإنجيل في غفلة من المسلمين. انتشر خبر بأن تل أبيب تبلغ واشنطن باحتمال استخدام أسلحة غير مسبوقة ضد حزب الله. أفاد الخبر تل أبيب أفاد إعلام عبري يوم الأحد أن إسرائيل أبلغت حليفتها الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في لبنان حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله. وخبر في القناة العبرية الإسرائيلية القناة 12 نقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها أن إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيها أنها ستستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل مطلقا لم تحدد طبيعتها للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة. ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة أو توقيت إرسالها، وكذلك طبيعة الرد الأمريكي عليها. وفي خبر آخر مفاده أن دونالد ترامب قال: لا تصدقوا ما يحدث الآن، فلقد عرضت اغتيال حسن نصر الله على نتنياهو ورفض بشدة. فلماذا لا، مع شهرة الإسرائيليين بالاغتيالات السياسية، وأن هذا ربما يريح الأجواء العامة في المنطقة؟ هذا ما سيجيب عليه نظرنا في سفر إشعياء الإصحاح 23. وحي من جهة صور، والولي سفن ترشيش، لأنها خربت حتى ليس بيت حتى ليس مدخل. من أرض كتيم أعلن لهم. صور هي مدينة بحرية لبنانية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر صور مدينة من مدن لبنان الفينيقية، من أشهر حواضر العالم عبر التاريخ، الدور الذي لعبته في الحقبة الفينيقية، إن كان من ناحية سيطرتها على التجارة البحرية، إنشائها المستوطنات التجارية حول المتوسط، نشر الديانات في العالم القديم، إنشائها مستوطنة قرطاج التي قارعت الدولة الرومانية، أو مقاومتها لزحف الإسكندر المقدوني. أغلبية سكان صور هم من المسلمين الشيعة، بالإضافة إلى سكانها من المسلمين السنة، ومجتمع مسيحي صغير يشكل حوالي 10% من السكان. ومدينة صور هي موطن لأكثر من 60,000 لاجئ فلسطيني. ترشيش يعرفها بعض العلماء المعاصرين بتارتسيوس، وهي ميناء في جنوب أسبانيا. وصفه مؤلفون كلاسيكيون كمصدر للمعادن للفينيقيين، في حين أن يوسيفيوس حدد ترشيش بمدينة تارسوس الصقلية، وهو مقبول على نطاق واسع. ومع ذلك لا يمكن تحديد ترشيش بشكل واضح، حيث أن مجموعة كاملة من المواقع المتوسطية التي تحمل أسماء مشابهة مرتبطة بالتعدين في المعادن المختلفة. فلنقل بوجه أغلب أن سفن ترشيش هي سفن التجارة، وربما أغلبها الأوروبية. أما كتيم من العبرانية والعهد القديم هو اسم قديم كان في الأصل لبلاد قبرص، ثم امتد استعماله ليشمل أيضا كريت والجزر الأخرى في بحر إيجا، بمعنى أنه يأتي خبر من جهة صور في لبنان بأنها خربت تماما. اندهشوا يا سكان الساحل، تجار صيدون العابرون البحر ملائك، وغلتها زرع شيحور، حصاد النيل على مياه كثيرة، فصارت متجرة للأمم.
اخجلي يا صيدون لأن البحر حصن البحر نطق قائلا: لم أتمخض ولا ولدت ولا ربيت شبابا ولا نشأت عذارا. عند وصول الخبر إلى مصر يتوجعون عند وصول خبر صور. اعبروا إلى ترشيش والولوا يا سكان الساحل، أهذه لكم المفتخرة التي منذ الأيام القديمة قدمها تنقلها رجلاها بعيدا للتغرب. من قضى بهذا على سور المتوجة التي تجارها رؤساء متسببوها موقر الأرض. رب الجنود قضى به ليدنس كبرياء كل مجد ويهين كل موقر الأرض. اجتازي أرضك كالنيل يا بنت ترشيش، ليس حصر فيما بعد. مد يده على البحر أرعد ممالك. أمر الرب من جهة كنعان أن تخرب حصونها. هذه الآية بالتحديد هي ما يشير إلى أن خراب سور يأتي من جهة فلسطين المحتلة. كنعان أو أرض كنعان بالفينيقية هي حضارة ومنطقة تاريخية وشعوب سامية اللغة في الشرق الأدنى القديم، تشمل اليوم فلسطين ولبنان والأجزاء الغربية من الأردن وسوريا. بالآية يأتي الخراب من جهة كنعان، لكن سوريا والأردن ليستا تهديدا للبنان، بينما الخطر الأعظم حاليا هو المحتل لفلسطين. وقال: لا تعودين تفتخرين أيضا أيتها المنحتكة العذراء بنت صيدون، قومي إلى كتيم، اعبري هناك أيضا لا راحة لك. هو ذا أرض الكلدانيين، هذا الشعب لم يكن أسسها أشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورهم، جعلها ردما. والولي يا سفن ترشيش لأن حصنك قد قرب. ويكون في ذلك اليوم أن صور تنسى 70 سنة كأيام ملك واحد. من بعد 70 سنة يكون لصور كأغنية الزانية. هنا نتوقف قليلا، لأن من المفترض على حسب النبوءات صور تنتهك ولا يكون لها صوت وتخرب خرابا تاما مدة 70 سنة، وهو ما لم يحدث على مر التاريخ، رغم أن صور وصيدا شهد من الخراب والأحداث الكثير، وهو في الأغلب ما شهدته معظم البلاد، إلا أن 70 سنة تحديدا لم يحدث بعد. وربما يدفعنا خرابها ل70 سنة إلى الاعتقاد بأنها ستضرب نوويا، وهو ما جاء في الخبر، إلى نية إسرائيل استخدام أسلحة تدميرية في حربها مع لبنان لم تستخدم من قبل. فهل تشهد صور ولبنان أول ضربة نووية في حرب عالمية طاحنة؟ لعل هذا ما سنتتبعه في الحلقات المقبلة بأمر الله، لأن سفر إشعياء الذي أقر به نتنياهو وإنه ماض في تحقيقه أو اقترب تحققه يحمل في طياته الكثير والكثير، حتى أنه يشير إلى المهد القادم بأمر الله. خذي عودا طوفي في المدينة أيتها الزانية المنسية، أحسني العزف، أكسري الغناء لكي تسكري. ويكون من بعد 70 سنة أن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها وتزني مع كل ممالك البلاد على وجه الأرض، وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب، لا تخزن ولا تكنز، بل تكون تجارتها للمقيمين أمام الرب، لأكل إلى الشبع وللباس الفاخر. إلى هنا نكتفي بنبوءة خراب لبنان، والتي يتبعها خراب مصر وظهور المخلص، وهو ما سنتناوله في الحلقة القادمة بإذن الله، فتابعونا. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.